بكل الناس، بكل الناس اللي دربت الفرقه. فما حدش يقول لي الطريقه والمدرب، لا، هي اللعيبه جودتها كده، اللعيبه كده على فكره. وبرضه قلتها قبل كده، اللعيبه مظلومه لان هي جايبه اخرها. اللعيب ده جاب اكتر ما عنده، ما عندوش، هو ما عندوش، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. رؤى هيديك احسن من كده ايه؟ رؤى احسن بيك وصل له مع فريرة واداهولك، خلاص شكرا، برافو عليك، امشي، شكرا، كتر خيرك، شكرا على الموسم اللي قضيته الموسم اللي فات، شكرا ليك وانا بحييك لانك كنت لابس تيشيرت الزمالك وعملت اللي عليك. دونجا بيعمل ايه؟ حسام عبد المجيد اللي كان السيزون اللي فات اعلى لعيب في الدوري المصري في الحته الدفاعيه، بيسجل وبيقطع وبيستخلص وقوي وبيشيل مع خط المرمى. السنه دي ايه؟ السنه دي بقول لك 7 كور النهارده، تيك الراجل ياخدها منه على صدره، ياخدها بدماغه ينزلها للعيب زميله واحنا مش موجودين. فالمشكله عشان برضو ما نرجعش نقول المشكله مش في الطريقه، المشكله مش في المدرب، والمشكله مش في اللعيبه، المشكله في اللي عمل اللعيبه، اللي جاب اللعيبه دي، والمشكله في اللي جاب المدرب. حتى لو المدرب طريقته ما تتناسبش معاك، المشكله عندك انت برضه، لان انت اللي اخترت المدرب وعارف طرقه وعارف نظمه. الراجل ده معروف جدا ومعروف اللي هو بيلعب كده، الناس اتجننت من طرق. على فكره الراجل ده مشي من منتخب المكسيك بسبب ان اللعيبه اتجننت من طرق لعبه. على فكره يعني موضوع سهل، موضوع سهل جدا، موضوع بسيط. اللي حصل ان الراجل مشي من منتخب المكسيك بسبب نفس المشاكل. فالمشكله مش عند المدرب ولا عند اللعيب، المشكله في اللي عمل الفرقه. انا بقول لك اتصرف فوق ال 200 مليون، يعني لو هتحسب 20 مليون مصطفى شلبي، 20 مليون السيسي، 15 مليون عمر جابر، 20 مليون دونجا، مليون دولار سامسون، 700 الف دولار نضاي، زكريا الوردي جاي فري، محمد صبحي جاي فري، يوسف حسن الولد الشاب ده جاب 6 مليون، ده لعب ماتش واحد مع فريرة، ماتشين ما شفتوش تاني، انا ما شفتوش في القايمه اصلا. جبت في يناير شبانه وبالحاج وناصر منسي، ناصر منسي طلع قماش يعني اديك شويه، لا بالحاج مش ولا اي خطوره ولا اي حاجه ولا اي مش ولا اي حاجه، ولا كانه مش موجود اصلا الراجل. حتى فريرة ما كانش بيلعبه. وفي يوم من الايام انا فاكر في ماتش ش... الترجي اللي اتغلبنا فيه كسر الاوضه عشان فريرة ما لعبوش بالحاج، اللي فريرة ما اقتنعش بيه لان هو جه. طبعا اللعيبه دي على فكره يا جماعه، امام مشي واللعيبه دي جت لما الفتره ال 15 يوم اللي فريرة مشي فيهم، امام مشي والثلاثه دول جم بالحاج، ما لعبوش فريرة، ما لعبوش اصلا ولا شبانه. المدرب ده جه لاعب شبانه عمل له كارثه، خلاص قعدوا الماتشين اللي فاتوا مش هيلعبوا تاني. فهي يعني المدربين دي ما بتفهمش، المدربين دي اللي راحت انديه وخدت بطولات في كل حته ما بتفهمش، واحنا اللي فاهمين. ايا كان انت مين، ايا كان انت مين، يعني انت اللي بتفهم؟ مستحيل. فاللي عمل الفرق الفلوس اللي اتصرفت يعني احنا فرقه واخده دوري، كان عندك حاجات تبني عليها، الونش، فتوح، امام، اوباما، زيزو، صبحي، يرجع لك 6 لعيبه، وعندك كام عيل صغير، يوسف وسيف ونيمار كده، ابني عليهم. انا برضو مش هقعد اتكلم في اللي فات لان اللي عدى عدى، بس المسؤوليه كلها يا جماعه عشان الجمهور بس ساعات من كتر الحب المرتضى او الكره في مرتضى بيتغيب. والمشكله جمهور الزمالك بقى كده دلوقتي، المشكله الكبيره يعني الاتهامات بقت بتترمى، كل واحد بيرمي الاتهام في حته. المشكله في اللي عمل الفرقه، المشكله اللي عمل الفرقه، في المشكله حتى لو انت مش عاجبك طريقه المدرب يبقى المشكله في اللي جابه مش في المدرب. المدرب بينتقل من مكان لمكان بسبب افكاره. محدش يعني هقولها تاني لسه زي قايلها في الفيديو، ما يعني السيتي جايب جوارديولا عشان افكاره، فجايبه فبيلبي له طلباته بناء على افكاره مش بناء على افكار السيتي. كلوب لما جه ليفربول معروف افكاره اللعب المباشر والريتم السريع والضغط العالي على الخصم، فجاب لعيبه تناسب الافكار. المشكله بتبقى عند اللي بيختار، المشكله بتبقى عند اللي بيتعاقد. زي ما انا برضو بجيب دونجا بشوف مستواه ايه في اخر سنتين، دونجا كان مبطل، عمر جابر مبطل. يعني انا عندي كان حازم امام جددوا له سنه احسن من عمر جابر. ما العقل زينه، يعني هو عمر كان مبطل في بيراميدز،
دونجا كان مبطل في بيراميدز سنتين ما بيلعبش، بيلعبوا بلاتي توريه، بيلعبوا دونجا الثاني. فالمشكله عندك انت، المشكله عندك انت كاداره، مش عندك انت كجمهور او اللي انت بتتفرج عليا او اللي انت بتبص عليا. لا بس احنا ما نرميش الاتهام، واللعيبه زي ما قلت اللعيبه معذوره لان هو ده مستواها. مين اللي وصل الزمالك لكده؟ مين اللي وصل الزمالك لمستواه لعيبته تبقى كده؟ اقسم بالله ما عارفين نعمل باص في نص الملعب، ولا دونجا ولا روقه عارفين يطلعوا الكوره. وتخيل بقى الراجل ده عايز ينزل اتنين يلعبوا، يعني انا عايز اغيرهم، انا زهقت من اللي جابهم وعايز اطلعهم انزل غيرهم. هنزل مين؟ هنزل مين؟ واحد يكتب لي كده في كومنت كان شال روقه وحط كذا. مين الاسم اللي انت شايفه في الزمالك؟ واو، ده زيزو وشه بيعبر عن حاله الزمالك. الواد كان على وراه طارق حامد وفرجاني، وعلى يمينه بن شرقي، وقدامه مصطفى محمد، وتحت منه امام عاشور وحمزه كده وفتوح طاير والونش مكسر الدنيا. مره واحده قطعه بتروح، قطعه بتروح، قطعه بتروح، قطعه بتروح، قطعه بتروح. بص لقى نفسه شايل الليله، والجمهور المنافس شايفه هو اقوى لعيب، فبيختلوا فنيا وبيختلوا نفسيا بره الملعب وبيشتموه وبيطلعوا عليه كلام وضربات الجزاء والاسيست مش عارف ايه. بص على وش زيزو، هو ده مستواه؟ هو ده مستوى زيزو؟ لا طبعا، لانه مش شايف من اللي حواليه. اقسم بالله احسن لاعب في الماتشين اللي فاتوا ابو 38 شيكابالا. الوحيد اللي كان بيعمل تمريرات مفتاحيه للخط اللي قدام شيكا ابو 38. الوحيد اللي هجيب لك كذا لقطه راجع لمنطقه الجزاء ابو 38، مع ان جون الاسماعيلي كان غلطه منه بس كان بيرجع. هو ضعيف في الضغط، ضعيف في الالتحامات، شيكا طول عمره معروف في كده، لكن كان بيرجع ابو 38. شلبي شلبي واخد الخط راكن، تيجي له الكوره والله زي ما بكلمك ما تضحكش، ما تضحكش والله. ايه يعمل؟ هو الواد ممكن يجي منه بس مش الاساسي بتاع الزمالك، ده يكون فرد احتياطي. اوت كورنر لا يا عم، ده يا ذكي يا لعيب. انت جربت نفسك ماتش بروكسي عملت 2 اوفر جبنا جونين، ماتش اسوان عملت اوفر جبنا جون. يا ابني استفاد من اللي انت بتعمله، يا ابني انت ما بتفهمش، يا ابني اتعلم. يا ابني انت في ماتش بروكسي اللي قبل اللي فات عملت 2 اوفر، حمزه جاب جون ونداي جاب جون. الماتش اللي فات عملت اوفر راحت لزيزو دخل نداي حطها جون. يا ابني اعمل كده الماتش ده، يا ابني بطل. شوف انت بتنفع ايه اللي نفعك واعمله. لا لغايه اما يقع. كورنر. اوت. تلاقي الولا حاتم لوحده ورا مش راجع يساند معاه. ازاي يا عم؟ نداي برضو طيب ماشي بالكوره، عارف ماشي بنور الله، ماشي بنور الله، بقول يا رب طالع لغايه الاوت، وطالع على الاوت بيتزحلق الكوره كده، بيتزحلق كده. انا اقسم بالله بشوف حاجات في الملعب ما بتحصلش في مركز شباب. دونجا الكوره واضحه وصريحه يعمل دونجا ولا عارف يعمل شورت باص، ولا عارف يعمل شورت باص، ولا عارف يعمل لونج باص. وروقه مفكر نفسه بيرلو، تيجي له الكوره يروح جاي عاملها الناحيه الثانيه، يروح على بتاع الداخليه مستلمها عادي وبني هجمه على الخط طويله، تبص تلاقي واحد على واحد في الجنب اليمين وحمزه متمرمط. لان هي دي جوده اللعيبه مش الطريقه، عمرها ما هتبقى الطريقه، هي دي جوده لعيبه الزمالك. مين هم؟ مين جوده؟ مين اللعيبه؟ اديني اسم، قول لي هتلعب بأنهي طريقه. 4-3-3 جربناه نفس الاخطاء بتاعت حسام عبد المجيد ورؤى ودونجا. 3-4-3 نفس الاخطاء بتاعت حسام عبد المجيد ورؤى ودونجا، نفس الغلطات. الجزيري مش بيسجل، الجزيري بيضيع علينا 50 فرصه في الماتش، بيفقد كميه كور في الثلث الاخير لا تعد ولا تحصى. هجيبها لك بكره ان شاء الله، هعمل لك مساوئ لعيبه الزمالك في المباراه، فضايحهم ومساوئهم. بكره هوريك الفضايح والمساوئ، عشان اللي جابهم وحطهم في الفرقه وخلاهم يشيلوا الشعار ده يعرف هو عمل ايه في النادي. ومحدش بيعتذر، محدش بيقول انا اسف، محدش لا ده انا جبت صفقات فشخ، ده انا جبت احسن لعيبه، ده انا عندي السكواد، ده انا خدت وش القفص. ده الكلام اللي بنسمعه. حد بيعتذر؟ حد بيعترف بغلطه؟ لا ابدا.
ابدا مفيش. حولوا الزمالك للمره المليون، اقسم بالله الحلقات موجوده، الواحد مش بيقرا الكف ولا بيقرا الوضع، بس النظره بتبان. وكلنا كجمهور، احنا جمهور الزمالك يعني ناس الحمد لله رب العالمين، بيطلق يعني معروف عننا اللي احنا بنفهم وبنشوف صح. من شهر واحد بقول، حولوا الفريق لمنتصف جدول، ماتش تكسب، ماتش تخسر، ماتش تتعادل، عادي جدا جدا. بص الماتش اللي فات كسبت، اللي قبله خسرت، النهارده اتعادلت، لان هو ده سكوادك، وهو دي فرقتك، وهي دي طريقتك، وهو ده مفيش. قول لي بقى، قول لي المشكله. يعني انا بقول لمصطفى يا ابني اتعلم، يا ابني العب السهل، يا ابني العب السهل، يا ابني انت نجحت الماتش اللي فات وعملت 3 اسيست، اخر ماتشين عامل 3 اسيست بسبب حاجه انت مفيد بيها، بتعمل عرضيه. لا هو يخش ال 18 يقوم باصص في الارض، باصص للعيب ايه ده يا عم انت؟ والتاني بيرلو كل شويه عايز يعمل الكره الناحيه التانيه. بيرلو بيلعب معانا محمد اشرف رؤى، بيرلو. طب اقول لكم على حاجه، قسما بالله ودي يعني حاجه توقع شخصي، رؤى في الجون اللي جابه لنفسه في الاسماعيلي دي كان بيفكر في ايه؟ كان بيفكر يشوط الكره تيجي في المهاجم فترد لورا. اصل مفيش لعيب هيحط الكره كده، ما- مفيش لعيب هيحط الكره كده مباشره. هو مكسل يلف يشوط، مكسل يطلع اوت، لا هو بيشوطها في المهاجم، عداها من رجل المهاجم. اقسم بالله الكره دي لو وشه للملعب وجاي يعديها من المهاجم هتخبط في المهاجم وتخش جون فينا تاني، لان اللعيبه حرفيا مش بتاعه نادي الزمالك. هي اللعيبه دي يعني واحد زي رؤى فريرة جاب اخره، جاب البيك بتاعه مع النادي. فريرة جاب البيك بتاعه. لو انا بتكلم غلط يا جماعه اللي معانا يكتب لنا كومنت، التعليقات مفتوحه، قول رايك كده، قول لي انت غلطان، انت صح، انت زفت، عشان تطلعونا من الواحد فيه. لان الفرقه بتاعت الزمالك مش عادله المود نهائي. سنه 2023 داخله علينا بقفاها، دخلت علينا بظهرها، ما شفتش خير فيها، اللهم فرقه اليد واخدت كاس الكؤوس، فرقه الطايره دوري وكاس، والنهارده الحمد لله رب العالمين، ان فرقه الطايره سيدات طبعا بنبارك لهم اللي هم خدوا بطوله افريقيا لاول مره طبعا، فمبروك لفتيات الدهب. يعني اي حاجه بتشيل الشعار ده احنا بنفرح بيها، رغم ان انا مش معترف بالفريق ده، رغم ان انا كنت اوفر الملايين اللي اتصرفت هنا على لعبه لا مش هترفع اسم الزمالك في حاجه ولا تعلي اسم الزمالك. اللي بيرفع اسم الزمالك معروف الكوره واليد، السله، الفولي، العاب الرجال. العاب السيدات دي تلم فلوسها كده حبيبي وتدعم، تلم فلوسهم كده وتدعم الفرق دي. تلم عامل ايه بس معلش يعني طبعا مع احترامي، ده في بطوله وحاجه بتفرح واي حاجه لو الزمالك بيلعب بيلي زي ما بيقولوا او بيلعب باليه مائي هنشجعه وهنفرح. لكن خلي انت نادي بتشتكي مفيش فلوس محجوز على حساباتي. طب انت صرفت على الفرق دي ملايين، مش 30 مليون يا عم، 30 مليون بس او 25 مليون بس، مش كانت اولى بيهم اليد اللي خسرت 5 6 بطولات الموسم ده من الاهلي، اللي كنا مسحين بكرامه اهله الارض السنين اللي فاتوا في اليد. في السله اللي كنا واخدين دوري ورايحين بال واخدين دوري افريقيا، في الطايره اللي كان دول اولى. ده الف ب مصروفاتك حجمها. يا جماعه الموضوع بسيط جدا، 1+1=2. احنا نادي بنعادي ماديا، وعندنا فرقه الكوره ليها اوبشن. ايه هو الاوبشن؟ ان انا اجيب مدرب اجنبي، والاوبشن الثاني ان انا اجيب 5 لعيبه اجانب. وكلنا شايفين حال لعيبه الدوري المصري، كلهم شبه بعض، مفيش جوده عاليه، مفيش كواليتي عالي غير في فيوتشر وبيراميدز والاهلي. وفيوتشر مش هيبيع لك، وبيراميدز بيديك بالغالي فما بتاخدش منه غير الكسر اللي بيصعبوا عليه، خلاص زهق منه زي عمر ودونجا. ما مش هيديك رمضان مثلا، مش هيديك بلاتي توريه، مش هيديك ولادي الكارتي، مش هيديك الناس دي، هيديك الناس الكسر اللي هو خلاص تعب منهم، اللي عنده قاعدين دكه وبيبطلوا كوره. يعني عمر جابر ده انا كان عندي حازم امام تجدد له سنتين، كان افيد منه، كان بيلعب ماتش ماتشين وبيتصاب، بس كان بيلعب الماتشين كويس. عمر جابر يقول لي ماتش كويس لعبه من اول السنه مفيش. حازم على فكره احنا استغنينا عنه،
فكوره 1+1 يساوي 2، انت عندك 2 اوبشن، الاثنين اوبشن بيقولوا اجيب مدرب اجنبي واجيب 5 لعيبه اجانب. انا احط مصروفاتي واصرف. انا دلوقتي عندي زيزو وعندي فتوح وعندي الونش، دول الكواليتي العالي، اجيب عليهم 5 لعيبه في الملعب يكونوا اجانب بروفايل عالي، دول اللي يتصرف عليهم. ما كل اللعيبه في مصر شبه بعض، فهو بياخد في النادي 3 مليون، انا اجيبه ليه ولا 2 مليون؟ اجيبه ليه اديله 15 ولا 20 مليون؟ لا تعالى يا حبيبي، انت دورك دكه، دورك بتكمل السكواد او عمق السكواد، واحط واجيب 3 لعيبه من الدوري المصري اطعم بيهم، والباقيين من الناشئين اهو. حاتم بيقول، سيف بيقول، نيمار بينزل شويه كده، وشكرا. اشتغل على قدي، بس اجيب 5 كواليتي عالي هيفرقوا معايا في حاجتين مهمين جدا، هينقلوا الفرقه بتاعتي نقله نوعيه في الريتم وفي اللعب وفي كل حاجه، هيفيد اللعيب اللي جنبه. يعني انا لما كان جنبي فرجاني ساسي كنت شايف مستوى مختلف لطارق حامد والزيزو وللمهاجم، لانه بيجي له اسيستات كتير، والبن شرقي لما كنت شايف بن شرقي كنت شايف جبهه فتوح دي جابها نار. الكوره كده، اصرف فلوسك في الاوبشن. في ناس بتقول طب ما تجيب 3 عاليين ومش لازم 5، لا، الاوبشن اللي موجود لي اصرف فلوسي فيه. انا صارف 200 مليون جنيه اول السيزون، انا جايب سامسون